كسكليا لابواتو. النادي الاهلي ان شاء الله هيدوقك تلاتاته. وراكوا والزمن طويل. احنا وراكوا والزمن هنجيب لكم عقده ومرض نفسي. مش عارف لحد امتى هنفضل عايشين في نظريه المؤامره اللي ما بتخلصش وعمرها ما هتخلص معاكم، مع تغيير مجالس الادارات ومع تغيير كراسي ومع تغيير كل حاجه. نظريه المؤامره هي اعلام، مسؤولين، اي حاجه عندكم هي نظريه المؤامره. يعني انت يا راجل ما كفكش اللي الاستاذ عمرو الدرديري قاله بنفسه، اللي كان ده متحدث رسمي لنادي الزمالك وفي عهد المستشار مرتضى منصور. احنا في حاجات على فكره كتير جدا 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 بنعملها وحقوق بناخدها، والناس بتقعد تقول ان الزمالك ما خدش حق. احنا بنكون واخدين حقنا في حاجات واحنا مش عايزين نتكلم فيها. تمام. لا، في حاجات احنا مش عايزين نتكلم فيها لان بتجيب لنا حقوق اكتر وبتجيب لنا حاجات اكتر، وبنعيش في دور ان احنا اتظلمنا فيها، لكن احنا بنكون مش مظلومين في حاجات كتير بس مش عايزين نعلن عنها. تمام. لكن تاكد ان نادي الزمالك والله العظيم قوي وبياخد حقه. اتمنى ذلك. وتاكد ان نادي الزمالك والله احنا مش سمعت اركن دي. بص، عشان الخص لك الكلام، هتقعد بقى تعمل لي نظريه مؤامره يا عم. اقول لك انا على حاجه، انا عارف ان انت في دماغك لو قالوا لك ان الاهلي هو مؤسس الماسونيه فانت هتمشي وراهم وتقول الاهلي هو مؤسس الماسونيه، عشان انت زي ما انا قلتها وبفضل اقولها على طول، انت مش مشجع لنادي الزمالك، انت عدو للاهلي، انت بتكره النادي الاهلي، كاريه الاهلي، وهفضل اقولها على طول. وبعدين الاستاذ احمد سالم طالع يضغط على الحكم وطالع من اولها بيقدم احتجاجه على الحكم، وانتوا هتفضلوا بالعقليه دي وهتفضلوا تقولوا احنا التحكيم بيظلمنا. يا راجل انت شفت الحكم؟ طب انت لعبت معاه ماتش وظلمك؟ انا مش هتكلم عننا وعن اللي دار معانا مع الحكم يا عم، بلاها منه. هاتولهم حكم تاني، هاتولهم حكم من كوالالمبور، هاتولهم حكم منين؟ اجيب لكم حكم منين؟ اجيب لكم حكم من المريخ؟ هاتولهم حكم من المجموعه الشمسيه؟ مش عارف انا ارضيكوا ازاي وانتوا ما فيش حاجه بترضيكوا. واقول لك على حاجه، هم بيسبقوا عشان لو اتغلبوا يبقى نظريه المؤامره، لو كسبوا يبقى هم انتصروا على نظريه المؤامره. فدايما انتوا دايما بتصدروا الحجج لجماهيركم عشان تبقوا مطمنين، وجماهيركم ما شاء الله ماشيه وراكوا وفرحانه باللي انتوا بتقولوه. شوف والله العظيم كهربا ده عارف هو بيتعامل مع عقليات عامله ازاي. من زمان بيعمل لكم وانتوا مش فاهمينه، وبيحرق دمكم بس انتوا مش فاهمينه، فاخرتها يا رب تفهموها. فانا بس عشان نلخص كل الكلام ده، كسكليا لابويه النادي الاهلي بعون الله هيحط عليه. كسكليا لابواتو. النادي الاهلي ان شاء الله هيدوقك تلاتاته. كفايه عليكم. السلام عليكم.